طب اخبار متعب، يعني في كلام كتير يا كابتن احمد ان متعب خلاص ان شاء الله هيكون جاهز معاكم باذن الله في ماتش القطن الكاميروني، الكلام ده صحيح ام لسه هتبتدي تشوفوه دلوقتي في الفتره دي مثلا طبيا؟ يعني هو متعب احنا قبل ما نسافر الحمد لله كانت حالته الحمد لله كويسه، كان المفروض يعني يدخل مع الفرقه، واحنا يعني فضلنا ان احنا لما نرجع يكون متواجد مع الفرقه ان شاء الله، يبدا مع الفرقه الخميس ان شاء الله يخش التدريبات، وحسب بقى حالته الفنيه يا كابتن حازم والبدنيه يقرر بقى كابتن يوسف الجهاز الفني امكانيه وجوده معانا ان شاء الله في الفتره الجايه، ونتمنى ان شاء الله يكون موجود معانا، لان انت عارف ان كابتن عماد متعب اضافه كبيره جدا، هداف كبير، محتاجينه طبعا اكيد الفتره الجايه ان شاء الله. طيب النهارده كان في اجتماع مع مستر برادلي يا ايوب، وسمح لكم ان انتوا تاخدوا اللعيبه بعد ماتش سيراليون، الكلام ده ليه وقع طيب عليك وشايف ده هيبقى احسن بالنسبه لكم؟ يعني خلينا كلامك بصراحه كابتن حازم، يعني هو الكلام ده كان فيه تنسيق مع كابتن يوسف ومستر برادلي بخصوص اللعيبه الدوليه، بس انا ما عنديش معلومه يعني محدده في واضحه في التفاصيل، انا عارف خطوط عريضه فمش عارف تفاصيل، مش قادر ارد عليك. انت يعني انتوا عايزين اللعيبه كلها تبقى معاكم بعد الماتش ولا ما تروحش اساسا يعني الماتش؟ لا اكيد يا حازم ان احنا محتاجين كل اللاعبين اكيد طبعا يعني. احنا في مرحله مهمه وخلاص بنقرب من البطوله، واحنا حالين اللقب السنه اللي فاتت، عاوزين كمان السنه دي طمعانين ان احنا نكسب البطوله، يعني لازم اكيد اللعيبه تبقى معانا. انا بشكرك شكرا جزيلا.